خزيانا يقرأ كل دوكت إيتون 4 بنياث علما شلاما وخبة أو إقارة الكلوخن غذقا خيثا بيوايا ونعموخن من قنيثا دعراقيثا سورييثا قاو شباكة تيذاع عراقايا وخلقثا خثا من خرزة سواذا قنيا أنا ودين بمعنى سواذا قلامة حديث القلم كد بهاون أنا شليمون داوث أوراهم عموخن عم خا أرخا أم يقرأ المثخت 4 دقيقة بكل إقارة من قبل خلو خمشانا وأختون بغزايا على مغزة صورتا شاشة أدعراقيثا سورييثا صرنا محور داها خلقثا بهاوي خا كونش مشخاثة مجموعة شعرية يعني أمر خلق ديوان شعري سايوما ما خورا أدمل خملة آها كونش مشخاثة إلى خا صبرا وما خورا إذيعة قو مصعد عمن سورايا وعلى شوية الأثران بريخة عراق كله وعلى شوية أقلمايا إلى ما خورا ميقرا يوسد قبو ما خورا ميقرا ليلة قا قمي ثوايا أرخى قداها خرزة بذا من خلقياثا دعوار أرخنخ ضيفنا لم يقروثه كد مهجيخ ين منهرغ بدآها كونش مشخاثة دي بدأ خلقثا قناديل تضيء خرائط العتمة آها مغزويلة اتأرخن يقرأ أخما خورا اتلخمنيانا من كونش مشخاثة عدد من الدواوين والمجاميع الشعرية يعني ليلة خاين تري خك مطوسة عن مويلة مني يعني خمن إلى تخد شما سماء وأنين ناي سماء وأنين ناي آها كونش مشخاثة بشلكثيو تقلي غذا قرتت ماجستير رسالة ماجستير دم يقرأ إبراهيم عدنان يونس ودلخ رسالة ماجستير وتخد شما الكون الشعري بين الشكل الفني وجماليات الموضوع دراسة في قصائد سماء وأنين ناي للشاعر يوسف قبو أو أتقم مغزن قالوخن أو إلى خطوصة بشيطة المهيروثة وشوفة أدتل أرخن يقرأ وصار لداها خلق ثابت هاوي أو كونش مشخاثة خينا نزيف الحرف اخضرار الندى نبين ترجمنا اللي شانا يما يخلي صورة مؤامرا جريثة آثوثة يرقانا يرقونا أدطلولا الندى قبل خلق شانا رابي خضر يشدو دوزايت مباشرة ما خورم يقرأ يوسف قبو أخ عزيزة قدا خلقتها من خرزة سواذا قنيا أهلا وسهلا مشينا شما رابع موقع رابي نزيف الحرف اخضرار الندى بثرة دخ منهرتلن يعني تشرح لنا قصة باسدية أنا عين له كل إقارة رابي قبل خلق شينا اختيادت ميقروثخ من سياقة آها خرزة ولو تقا قميثة عمن طلبا من أرخم يقرأ خمن هرتا شربت خيوثة دي السيرة ذاتية وكدخت مري لقى قميثة لباين مكشنخ رابي أي قاي لباين مكشنخ أنا وتخيرة خيكم ديانا باختصار يوتلي بساسة بعد إذن حضرتك مقرونا أنا سيرة حياتية للشاعر يوسف قبو إلى من مواليد هيبركية نينوي قبنيث برطلة البوت الشامة وخمشة وإلى هدامة خيادة قوانايا الاتحاد العام ودباو الكتاب العراق أيضا هدامة لد خيادة كاثو وسايومي صبر وسايومي سورياي مشارينا بكتابة الشعر قشوية سبعينات من دارة من القرن الماضي إن ليلة بريسا إلا خمندي قلل مشاركة لقرابة من مهرجانات شعرية كونش مشخاثة قمايا وإذا الإصدار شيت تريلبي وشوائي وشمة خرير شهوة السماء بثرة دخ تريلبي أرباسر كونش خينا سماء وأني ناي إلى عمل وخرطة تريلبي واشتاسر ديوان آخر نزيف الحرف اخضرار الندى اللي راح يكون محور هذه الحلقة وكونش مشخاثة خمشة وتخد شمة هذا تأويلي وذاك مجاز غيمة إلى قيد الطبع وهل بترابط لنشوت بياثا جو بورسا وعذعذة قنية للجائزة الأولى جو مرايا مسابقة شعراء بلا حدود
شات تريال بثمانية أو إلى خك ملوقاطة كانت بعض المقتطفات إنث من دخانة بيت مزد رابي بود ما زلت وشربت خيوط خماصة بغدت إنث من دخانة بيت أمرت له. طبعا أنا يعني بداياتي كسيرة أدبية بديلي بالقراءة. القراءة طبعا القراءة بالبداية عشوائية وبعدين منتقل لي إلى القراءة المنتظمة بالنسبة للأدب العربي كرواية وكقصة وكشعر، وبعدين نلي إلى القراءة المنتقات. إلى القراءة المنتقات قبل قلنا لنا أمهات الأدب العربي وأمهات الأدب العالمي، فهذه حصل لي رصيد معرفي هائل كأنما أنا كنا نعيش طبعا آلاف السنين من هوميروس وإلى الأدب الحديث. وبعدين قليل العلوم الإنسانية يعني بكلهن النديدة، أنواع علم النفس والسوسيولوجيا علم الاجتماع والأنثروبولوجي والفلسفة، وبعدين أيضا منتقل لي إلى بقية الفنون ذات علاقة لأنه كلهن يعني قلنا لي تحت مظلة الفن، الموسيقى، التشكيل، وهذه كأنما نحصل لي يعني طبعا تجارب طبعا يعني تجارب طبعا كبيرة بهذا المجال. وهذا مندي طبعا كم شوق لي أنه أنا طبعا تكثون بعدين قبلي طبعا مطويري النديدي طبعا أدواتي وقمني أن بديلي طبعا يعني شريلي مثلا بالكتابة يعني محاولات أن وكشطبن وقعيدن أن وكثر الملاحظات أيضا وثوالي يعني ميل إلى النقد الأدبي. قمني كثرنا أن النقد الأدبي حتى عن السينما، وبعدين بديلي طبعا يعني كثرنا وقمني نشرا في الصحف والمجلات، وأيضا مشاركات في مهرجانات من ضمنها المربد، من ضمنها أبي تمام، من ضمن أن يعني خلني وبديلا طبعا حتى عملية طبعا ترجمة قصائدي دا إلى اللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية والسريانية عادي هذا وأي كل ما رابي قصيرة مختصرة لأن جولة طويلة رحلة طويلة في خمانطة وخيري خير. المسيرة كانت مليئة بالعطاء وخيلت علاقة شنت آثي أيضا هاوت مستمر. قاوة دائما هرتا رابي خثير البالي خاشو على لنوم اللي قمدانا نروح ميقروث أيضا كتيبة بدبوخان أمرخ لنقد ليت غزايا رابي وتما لماذا بخنانة النقاد جو مصعد عمن أخنا سورايا تخبايد جو عراق يعني إلى قليل إلى بصورة إلى عدد قليل يعني ميقروث ممكن يعني نعتبره كناقد. تلاقي أيضا صفرم يقرأ رابي صباح هرمز شاني بل كده تلاقي خخينة ترخينة. لماذا العدد قليل بالوقت اللي نقد إلى رابا مهم؟ سبب هو اللي يساهم في تطوير المجال الأدبي، يعني هاوي نثر هاوي قصة هاوي شعر إلى آخره. متفق مني رابي يعني تخا وجهة نظر خرطة؟ والله بالنسبة للنقد يعني أكثر النقد فارط من أروقة الأكاديميات أي على معرفة ودراية، وأن سابقا ألف محاولات أن بس ده كل نقد فارط من أروقة الأكاديميات. أخني للأسف الشديد لثلا النقاد أكاديميين طبعا جامعات مختصين باللغة السريانية بلغة السورة، فهذا مندي يعني أخني بحاجة ما سأل لي يا أخوانا. ويفترض أنه تايب يعني على أقل تقدير ده في مرحلة حالية أنه تايب ترجمة من السرياني أو من اللغة المحكية إلى اللغة العربية، ويعني ممكن أنه تكاثوا نقد وبإمكان أنه أيضا إعادة طبعا ترجمة هذا يعني الدراسات النقدية. صوير رابي أخني خني خدها باثق قروخ صارنا محور إذا خلقتها أنا أخت مغزالي خزانا يقرأ رابي عزيزة يعني أن إلى خاطوسة فقط بل خا نموذج من طلخانة وعوادة ميقروثوخ إلى دواوين كونش مشغاثة لخا وأنا دويق اللي بإيذي بين بقر خا شؤالة إي بنوع من المشاكسة الأدبية الإيجابية
يعني هذا كنت خمندنا إلى ديوان شعر يكونش نعم. مشخاثة ربي يعني ما خورة قوانايت الشاعر بشكل عام حسب معلومات جنابك ين ميقروثه حضرتك شخصيا قد قد تصدر ديوان أرى هل تتقصد كثوة مجموعة من القصائد بهدف إصدارها في ديوان أو يعني بمعنى آخر ما خورة قد تنبالط ديوان يعني يكتب بشكل منتظم أو يعتمد على أنه التثيال إذا قريثة دعوة للمشاركة في مهرجان معين فيكتب قصيدة أو أنه إلهام معين شاعر ويلخ حدث قماثلخ إلهام معين وكثولة قصيدة بصر هذا متخمن أنه جمع له ديوان دخي هو يا مطيثة لمشقلة مرحلة إصدار ديوان واضح إلى السؤال هذا طبعا الشعر طبعا بناء معرفي له وفلسفي ورؤية جمالية واسعة له متماسكة له وهذا طبعا أكيد أون إلهام له إلهام يعني أون طبعا كثير قيكم لحلم اليقظة يعني كتيوة في كامل وعيه في كامل نديده الجسماني وطبعا كثياله مثلا طبعا هذه فكرة طبعا طاقة سرية لمديك كثياله طبعا لكن مديك كثيره كلماته فأي قيمة ما طبعا ملتقطت أي طاقة وقيمتك صيغت له مثلا صياغة وقدرت في قالب منه وبعدين انك منتهي دورة الإلهام بايش دورة طبعا مهارة يعني مهارته خايت وامكاناته اللغويه انه دخل صيغه اني افكار ودخل الملتقطه اني افكار وصيغتين صياغه طبعا جيده. أكيد. اما انه بكثوه ده مناسبه بكثوه لكن ما يعني هذا ليله عمل شاعر هذا وليله عمل كاتب عمل صحفي كاشف المهنه هذا عمل اعلامي عمل صحفي لهذا يعني احيانا مثلا خلال 3 اشهر 4 اشهر كثير قلنا خلال سنه طبعا كثير له الهام او له كثير وحي يعني كاثي كلم قال له شايش له قوه وقلنا له خلنا نتكثوت يعني بدي الفكره الاولى او البذره الاولى الكتابه وبعد النقايد قم وسعت بعدين هذا خلال رابي صباي رابي يعني اخذ كلن يدخ يعني وعلى الريشد كلن يقروف ما خورا يعني مخرة يعني صنعت مخرة صنعت الشعر صنعت لها من دي قمايا مصيثة بارويوثة القدرة على الإبداع الموهبة أمرخلا وأيضا مصيثة من اللشانة التمكن من اللغة والمهارة إذ له أخينا يكمل أو إلى أمر الأداء أداء الشاعر ممكن ذا شخته هو زبون خيلته لكن ماخورة مقرولة خورخة بسمته مطية وممكن ذا شخته هو خيلنته قوية إن أداءها زبون لا مطية يقروث خخ ماخورة ماذا تفضل أن المتلقي يقرأ قصائدك أم يستمع إليها؟ والله أو كلاهما طبعا. أتلن هذه علاقة بين الشاعر والقارئ وإذن بين الشاعر والمستمع. هذا إذن فرق كبير أنه الشعر العميق دائما الشعر دي بفكر عميق ودي برؤى عميقة ودي بخيالات متشعبة هذا طبعا أنا بفضل أنه يقرأ أي يكون مكتوب والمتلقي يقرأ. أما بالنسبة للمستمع أنا خزن صحيح هون الشاعر المنبري المتمكن أطلق قدرة على أنه وأيضا قال الجمهور خازي يعني مدى تفاعل الجمهور مني فبهذه حالة الجمهور أحيانا كيله زخم كبير بس في غالبية يعني المهرجانات حتى المهرجانات الكبيرة حاصلة في خاصة في الوطن العربي يعني متقصدي شعراء أنه دلني على العاطفة على المشاعر وطبعا هذا مندي كاذب لي لأنه الفيلسوف السيوران كامل أخني طبعا لخلق لنا شعب كامل خلق لنا جمهور قم طارب أحيانا وأحيانا قلاعا وقزابي وقنل ونا فطبعا يعني نخلق لنا شعب قم فاكر يعني متلقي من الكاتب من الشاعر متلقي الافكار ومتلقي اني رؤى كبيره وقايم بعدين محلل وكيولن معنى وكيولن دلالات لانه القارئ العادي يعني لا القارئ الذكي او المستمع الذكي طبعا يعني كانما كليكات ونسخ هذا
كاثو نص خاثة، يعني كيولي معنى خاثة وكيولي دلالة خاثة وكيولي أبعاد أنه طبعا خاثي. هذا خير رابع صفان طايلة تخمن ترابي صفان ده بعد تخني خلي خلدها كونش مش خاثة ديوان نزيف الحرف اخضرار الندى الأمر جريثة دمات أثوثة يعني يرقونا يرقوثة طلولة ندى يعني خشمة إذقاوي عمقة وبين أمرا أختي رابي من بساسة ميقروث بعد إذن جنابك خزانا ميقرأ بغزات يعني آكونش مش خاثة إلى من قش مزعورة ما أسخمرخ من الحجم الصغير هل بت كونش مشخاثة ليلة بمليانة طرف مو بعدد الصفحات بقدر ما تهاوت مليانة مشخاثة تيلا قاودية شوراي دي أخ شورا كلخة كثاوي شمة كونش مشخاثة شمة سايوما وتصميم الغلاف شيتة طوعتا لخيث بضغامة جملة بمارلة نكتب لأن الكائن الذي نحبه ترك العتبة وخرج ولما نقول له ما نشتهي بس انت رابع أي أوعو هذا مقدمة رابي قمت أورخ الأمرخ الخويشاثة أو قم دانا أنا بقن بود حيثيات دخويلة تخمنتا بين كان الخكمة دقيقة كشمة يعني نزيف الحرف اخضرار الندى يعني خمان هرطة خشرح أو العنوان بحد ذاته إيبي انزياحة وإيبي يعني فكرة يعني متن على متن ذا كامل هذا طبعا نزيف الحرف ذا كامل محي الدين بن عربي فيلسوف الكبير كامل الحروف أئمة الألفاظ يعني بما معناه أنه الحرف أو قيد ألفاظ حرف قيد ألفاظ وبالتالي أنه أني هذا طبعا أني ألفاظ كبيشي جمل وأني جمل كبيشي أفكار وأني أفكار طبعا كايهن طبعا تأثير طبعا كلش كبير المتلقي المدخل الآخر طبعا العبارة اللي مكتوبة في الصفحة الأولى نكتب لأن الكائن الذي نحبه ترك العتبة وخرج ولما نقل له ما نشتهي ما نشتهي طبعا قصيدة لم تكتب بعد قصيدة دي أنا لحد الآن كينج جينا بطر قصيدة دي قبلنا تكفونا طبعا لحد الآن لين مطية لأنه كان ماطن المندي دي قبلني كأنما كينج ماطن حقيقة كنا حقيقة أنا حد الآن كأنما حقيقة طبعا طريدتي كأنما غزال هذا مشابه طوية كنا قلنا بطره بكل الوسائل بكل تطارد الحقيقة حتى الأخير رمق الأخير فالقصيدة الحقيقية قصيدة سخية بخيال قصيدة حركة كائن وتلا صيرورة وتلا تشكل وكلا متلونة بكل أن في سبيل أنه دوذا التغيير في العالم فآي هذا آي العتبة اطلق العتبة الأخرى يعني ما معناه أنه الديوان بثلاث عتبات أولا نزيف الحرف يقدر الندى العنوان وبعدين العبارة اللي مكتوبة في الصفحة الأولى واطلق الصفحة الغلاف الأخير كان بيتقارن نخلة طبعا هذا الغلاف الكتابة اللي مكتوبة بالناين طبعا جزء من قصيدة مقطع من قصيدة لي فمن خلال قراءتي للنص بديت آية ميلة فحوى الدنيا بينما الشرق يحيك الأسود بالرمادي يقرع جرس الغبار داخل المتاهة تتدلى الحياة في الغرب من نافذة الوجود يلتقط ضوء النهار بتلاتها كعاشق مهيب ثم يدحرج عينيه صوب الذروة المثلى فيعطر البياض صوته ببنفسج المديح ولفتنته يخرج الصمت كالأيائل عن صمته يسابق وقتا يهرول بعيدا ويذوب
في زحام الأحلام فأدرك لماذا يحتشد الخيال على أبواب الدهشة. الله جميل. صفارابي السؤال مباشر يعني هدية ثيل البالي خطر على بالي بهاللحظة قلت توقرا يا رابي يعني بلاغة اللغة وعمق المعنى في القصيدة لا معوذ ألا يؤدي أنه قاروية وشمانة قراء ومستمعي الشاعر يوسف قبو يهاوي نخبويين عدد محدود وليس أنه جمهور واسع النطاق؟ أنا لي وجهة نظر خاصة بهذا الموضوع، لكن إلى مدى يعني أنا دا مثلا قاعة كالمليثة بنا بالجمهور يعني أنا كان مأثرنا مثلا من خلال مثلا 100 شخص كان مأثرنا بتريق يعني أن لي يعني ماطي تخمنت فكرة طالعها يعني مطت فكرة القصيدة عليه، فأنا كنا محققة مندي جيد، لأنه أنا دائما قد عنا أخني مشكلة أخني يا أخا كيف قي مثلا قلنا لك قد أخ الوتر العاطفي العاطف المشاعر الحزن دق عيشخي ونا وكذا يعني أخني كولي نديدني ببكاوي بأنه فطبعا غايم هذا يعني الشاعر ديلك جاي البصر هذا مندي يعني كلك جاي البصر فقط بس لحظة آنية يعني بس بطن قاعة مجرد أنه منتهي أمر متأثر هذا شخص وبعدين ليه لما مثلا فكرة مثلا قصيدة ديبة مثلا فكرة يعني ديبة فكرة عميق هذا فكر عميق بايش قلنا الخاضر يعني متلقي بذهن المتلقي وبالتالي ممكن أنه هذا متلقي يعني مشاكل فكرة آون أيضا طبعا بالنديدة وطبعا طارح له دا آخرين فأنا من ذا رأيين من ذا رأيين توصل الفكرة قطرة ثلاثة بالشوى لما قطار في صفقون خمشي وبعدين بلطم قاعة كأنما شيء لم يكن شيء بالضبط صفارة بحيثيات أمر سنيقوث تدخويلة تخمن تدخويلة اضمن فقط لأوا كونش مش خاثة قم بلطة خفاصل أخنا والله هذا في أي فكرة داذ النخزي أو نلا في 2016 مو الديوان ابني لك شيء الذي في صرنا طبعا هذه فيها بحضر مخاض صعب دمع شيخ لأخني فترة رهيوثة فترة اجتياح البربري الغاشم هذا أن بايا وحشية قاسية بهذا عنف أن غير مسبوق يعني مرتقي إلى مرحلة الجينوسايد أو الجريمة الإبادة الجماعية وإنه فهذا مش كله خلنا جيبي لأنه أنا غزيلي يعني كأنما أخني كيخ في يوم الحشد كاملي هذه ثيلي العنكاوة وديري بليلة غزيلي أرصفة وإنه ناشي إن لي وبعدين طلعنا خبره ما طبعا ما حصل لي في سنجار ربما ما تحصل لي يعني بدسناي اسوء بكثير مما تحصل لي بقاوه حصل لي يعني سبي وقتل اطفال ويعني خمندي ليله ان في التاريخ البشري ودني اجواء في تاريخ طبعا انا على ضوء هذا مندي يعني متصل طبعا ناديه مراد بطر ما دبلطله يعني بطل يعني ده رقلم من داعش من قبضة داعش ومتصل بخواثة وأيضا شارك لي في حملة لمنح جائزة النوبل وعلى ضوءها أنا بشوالي تواصل من ضمن يعني ده أنا قصيدة ده مؤثرة بالنسبة لي تمكثلنا يا شمها نزيف كوتشو طبعا ماثا بقضاء سنجار كوتشو قرية نادية مراد تحصل له بقاوة طبعا مذبحة وسبي يعني خمندي يعني مؤلم ويعني مغزي يعني عار ده بشرية محسوب على البشرية طبعا صفيراب يعني مهزرت قد قارتها يم شختها ضمن القراءة قد بثر بعد الفاصل مبين مشارخ لا قارنة ده اني لكريثة ممكن بس لا يختلف رختلها هذا بلطخ باصولا يوتل مرخصة عادي وبصر هذا الدار خزانة مقرأ باوخ عم خباصولا كريا خلصة بالدار خمدري التمام خلقتت إلى أرخنقاوة ما خورم يقرأ رابي يوسف قبو خامن كونش مش خاطة دي نسيف الحرف اخضرار الندى بوشن عمان
مدري إلى ديارتا خزينا ميقرأ لم تممت السامة ريانا من دا خلقتا من خرزة سوادة قنيا كد صرنا دا خلقتا إلى كونش مشخاثة جريثة دما يرقونا يعني يرقوثة دطلولة نزيف الحرف اخضرار الندى خامن كونش مشخاثة أو كوناش المشخاثة أدما خورم يقرأ يوسف قبو أو تيلة أرخى عزيزة قداها خلقتا رابي أخنا نبشورا يا مشوريلا يعني منا يتمزمت بسامة قمايا مشوريلا نيخا بنيخا وارا قدلياثا محكيلوخ باس شمدية ومتخيروخ انه يعني سما زودا قوانا إلى من معاناة قدشة مريرة مقومة على الأثر بريخة عراق ترالبي وأرباسر وخمشاسر وشتاسر رهيوثة الإرهاب بريشايد جو حكمة دكانة يعني سما زودا نينوى وموصل ودشتد نينوى وسنجار وميلو خطوصة بسنجار وميقرتا نادية مراد وماثد كوتشو مرخ إيوا من ديت مقوم لرابة مريرة وكثير وتخمن مشخاث الدواء كونش مشخاث بدية بيت قارت لطالا ما طعما شابيري لا يعني مشارخ لسامة ريان بذا قرايثها بقراءة طبعا هي قصيدة يعني بالإضافة إلى أنه نلخ يعني ضوء الذي الذي جريمة كبيرة دمير مطي إلى مرحلة الجينوسايد. أيضا إيبا تفكيك للخطاب الديني. الخطاب الديني طبعا يعني ديو دافع لأنه يعني الأشخاص دي مرتكبين هاي جريمة. طبعا أنا لأنه متبنيهن هذا خطاب ديني، هذا خطاب ديني متطرف ومديلة إلى هذا من دي. هذه قصيدة متضمنة هذا من دي إيبا تفكيك هذا خطاب ديني المتطرف المتشدد الغير شمها نزيف كوتشو. هذه طبعا مهداة إلى نادية مراد. استعر الجحيم حول خصر الأرض، ارتعد الريح ودوى الوجود في خلائقه الحية مرة ثانية. ها قد جيء لكم قبل الأوان بأهوال الفناء. خمقطع خيمة المخاض الطاغي كوتشو صراخ مخيف في فم الصدى وغابة مرعبة ترجل الله فوقها يصغي إلى عواء ليل وأزيز ريح هوجاء ومضى بلا اكتراث. ثمة غيم يبصق بوجه الأرض غضبا وصيحات مبحوحات على منصة العالم الخلفية. ثمة أشجار تحملق في ليل مريع تحفر ثقوبا في الجدار. ثمة أنين مكتوم لزمن تحطب البشاعة أفرانه بجمر الحماقة. ثمة ضوء شجن ينسكب كربا هائلا فوق الأشياء الأنيقة وعلى جدران من حجارة ملونة. ثمة نجوم تفرغ أكبادها. جميل رابي خير بس مقامه فعلا كلام بليغ ومؤثر، كأنك وضعت الإصبع على الجرح. إصبعي رابي يعني أو كونش مشخاثة بصر ما منبقلوخ بعد إصداره يعني ويدت لخا إعلان مودعانوثا خا زياخا حفل توقيع توزيع دي من متابعات ميقروثوخ أمرخ براقالي أصداء دي ما هي وحسب تصورات ميقروثوخ. والله بالنسبة لأي نتاج يعني التسويق مهم للأسف الشديد أخي نتلن يعني هي عملية عم دور نشر أو جهة معينة وكوزارة ثقافة متبنى هذا موضوع وهذا من يخني مفتقرة خليها للأسف الشديد. بوقتها يوذر حفل توقيع وطبع للنساء وقسم منين أيضا شركا في معارض فهذا كل ما دي بندو دخل هذا ليه هذا فعلا إيه؟ فعلا بخير تعالى. والمهتمين بالموضوع قال كباني قصة مياسبي يعني يهتمون انه يتابعون هذه الاصدارات. صبارابي هدايا يعني كل مشخاثة او كونش مشخاثة الى هاد خماريري بيا مريروثا يعني انا
بما أنه محور داي حلقة إلى ديوان شعري، فأنا أبن لبين مجهن يعني ما أريد أتعب جنابك إلى مخوبا شمن خقرة أخيتها، لأنه قصائد فعلا جميلة وبليغة. محضرة خمندي خينا مشبتيني من دوا كلش مش خاثة عيد إن شاء أكون الله. ممنون يا ريت. طبعا هذا الديوان رغم يعني قصر النديدة قصائد جديدة و33 قصيدة لي يعني تقريبا الجزء الأول يبي يعني يأس، وطبعا تداعيات هذا أن ما حدث هذا حدث تحصل، هذا حدث هاي. كبير تحصل لي. الجانب الثاني يبي أمل، لأنه دائما كان له الأمل توأم اليأس. أكيد يعني الأمل واليأس توأمين. الجزء الأول يبي طبعا يعني صرخات، يعني يبدأ من صرخات غير مسموعة، يبي إدانة يبي إدانة وضد القسوة وضد الوحشية دا عالم. الجانب الآخر من حتى في وسط الموت وهذا دمار وهذه وحشية إيثن أيضا أمل، إيثن بريق أمل. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بيخ من داية فسحة الأمل قريبا خبي خير رابي. إيه بلازم هذه طبعا من الشطر الثاني اغضرار الندى، عنوان تحت أنظار السماء، في جو مندى بخيالات محمومة ومتع خفية، عندما لم يكن في حضن السماء من كوكب، كنا نصغي إلى ليل ناعم يتقدم، ونقول كلاما حوله الكون يستفهم. وأنا أميز على شفتيها وهم نداوة الليل، وألتقط لآلئ عينيها، اختلطت زفرات الناي في روحي بأغاني الفضة في روحها، رفلت ذاتي في واحاتها، تستاف ألوانها من الورد، لعلها تفر من وهدة العبث، ربما يولد في إله ممرغ بشهوة البرق، وصرخة أعمق من صرخة الأبدية، يستطيعان أن يرجا طمأنينة عناصر الكون، فتعود من غفلاتها إلى غاياتها. حلو رابي صباي رابي يعني هدايا أن ترطوس مقرولا رابي يقرأ ما أمرخ خزيانا خبيوي إنه صرنا دا خلقتا محور دا خلقتا أو كونش مشخاتا نزيف الحرف اخضرار الندى إيوة إلى حد ما يعني من معاناة توالي أوجد شماريرة الحدث المرير الجرائم الإرهابية توالي تريلبي أربع صار وشن البثر منا قونينوي موصل دشتدنوي سنجار وقسامة قمايا إيثن مرارة في القصائد، قسامة دتري في الجزء الثاني إيثن نوع من الأمل والتفاؤل بخيلة ألا سباي رابي هدية إنم يقروثوا بغزايد أخنا القمية وخليها قوثي دي أو كونش مشخاثة أنا اتخاء سؤال أمرخ لقوانايا يعني رشايثة قتاب ملوءة صبروثة يعني وسايموثة تأليف وإيثن بارويوثة ينبورايا إبداع بغزات ادم يوم رابي يقرأ وطوارة رقمية لوايا التطور الرقمي السوشيال ميديا فيسبوك وشركة وهدية أنا شنو خراي وين الليني من دخاثة AI الذكاء الاصطناعي بيت كثب بتخامن دي بس كثو شمم خويانا مناع عنوان مصلي هدية بيل دوا طوارة وطبعا مواكبة العصر مطلوبة والتطور العلمي خمندي مطلوبي له وقرق اخرنا وخ مواكبين وانت ايجابيات كثيره بنفس الوقت انت سلبيات يعني موضوع الابداع الشخصي الفكري لما تخلق وخكفه ميزان وبرقوله هذه السهوله اللي احيانا تنتقل وتصبح استسهال بدوا تطور والذكاء الاصطناعي دخي تقيم هذه المعادله كفتي الميزان. والله أنا خزنا أنه خصوصا العفو رابي مجال
إبداعي يعني البشري الإنساني. والله أنا خزنا المعرفة، وهذا تقدم ده اللي حاصل طبعا، تقدم أبدا ليلة بريء. والآن خوارزميات، بيانات، الذكاء الاصطناعي، يعني كأنما كنا خلق آلهة جديدة. وآني آلهة جديدة كنا معابي أنه يعني دماغ أن برناشة طبعا يعني معلومات كم هاي من المعلومات، بس بنفس الوقت لينا كيوي دا إنسان أي دور في الحياة، لأنه يعني دم قادم خطوة ذا يعني طبعا باتجاه أنه دا بشرية، وبالتالي أنه كنا قتلي يعني طبعا عملية إبداع. في فترة ما فيلسوف كبير وناقد كبير رونالد بارت فرنسي كثولة مقال، وبعدين هذا مقال محول إلى طبعا دراسة عميقة شبه موت المؤلف. يعني طبعا بين دامر أنه مؤلف مجرد أنه أو هذا مبدع مجرد أنه منتج باض ميذا نتاج أنه لا بايش طبعا ملك جديدة، بايش طبعا ملك قارئ ملك آخر يعني أنه فأخني ده الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والبيانات ودنا على شاكل هذا من يمكن نقرأ شيء باني خطة متسارعة، كأنما كيخ أخني أمام نسخة موسعة من يتمطرح لي لنا نسخة موسعة من الموت، يعني من الموت السريري طبعا ده إنسان. بس أنا بقرنا سؤال أنه هل ممكن أنه في الفن بشكل عام وفي الشعر بشكل خاص ده مجال النديدي، أنا كمان الشاعر يعني كائن كأنما كل خليقة شعري، هل كل خليقة هذا. فهل يا ترى أنه الذكاء الاصطناعي واني ان التقدم ده حاصل تايب الدامج يعني منتج كيان هجين الدامج من دي الكاميرا شاعر او المبدع من الآلة في الوقت اللي انه آلة طبعا كلقم شيطنا افكار الانسان، يعني خاصة في مجال الجينوم، في مجال الدمج، في مجال آلة كنا بيد يعني حتى تنطيري في شؤون الخالق انه يعني معطي مرحلة أنه حتى الخالق ليش بايش معنا. بس بنفس الوقت كنك داري العالم أمام سؤال كمرينة ميته شعري كبير، هل يا ترى أنه هذا داي اللي بأنه دمراوث كل الطبيعة دمحاول كل طبيعة وكل أشياء تكون كمحاولين إلى مختبر، هل بتايبي أنه تقاهر هذا خوف من العدم أو الفناء، لأنه الإنسان في النديدة أنه طبعا فاني ليك أزول إلى الموت اللي بتخاضع يعني طبيعة ومتخلى مختبر وكل من دي منها. هل يا ترى بتايب ده طبعا داوث من دي، وهل يا ترى أنه بتايب منتج هذا كيان هجين دلنا بين الإبداع الجمالي اكد شاعر أو كاتب من الآلة. فهذا من بايش سؤال طبعا مطروح، سؤال كبير لي سؤال كبير اكيد بيان دانا رختقه سؤال ضمن ميته شعري كبير. تمام راس بال عليه خام سؤال ثير البالي هديه ابقى دارم تخمننا ب الى التوثيق اشترتها بخثامه شيت الدويره يعني يرخترسري وخشول ترالبي سري خمسه ووالون جوبايه التخوياده صبر وسايو بسوريا جو مثلا خبيوتا كرم ليش ميقروثو خيوتو من مخشخه وقرملوخ غلب لوخ سقلوخ بشلوخه هدامه جو سعتم دبرانتا الخياده الصبر وسايا من سوريا اني مناثش خلو خرابي قو توزيع المهام اني مسؤول الاعلام من دي قما هاي بريخه والي ثخثا من دي ترمنتي ثقم يقروثو خياده اذكر عيانا دم يقروثو خرابي حكمه افكار يعني اخنا يدد هذا يوخ يعني قد بلطه يا خلقتها يقو بلقت شيت ترالبي واسري اشتزوده بصوره وقمك ما دانا اتوخك ما اي كنواثه لطا ولا بسيمه لك يعني ظروف غير اعتياديه معود له نرابه من خباطه نشاطات تعلق او تتوقف الى يعني لفتره معينه يعني بخير ترى قد دايره دنيا كياناتها طبيعي ودايره نشاطات اذكر عيانه تصور معين باتجاه ديوالي فتشقيله
أخ برصوبة مسؤول إعلام وأخ ويادة سطر يسايو مسؤولية جوا نعيف بشكل والله عام. يفترض انه تايخ يعني يعني افكار برامج يعني منهاج اتحاد يعني اللي نقل نوعيه باض من ذي يعني من ذي ان النمطي هذا الحراك النمطي انه بس يعني اخني مصطدمنا بخواقع مرير جدا كنا كبري انه يعني ليس امكانات ماديه في الوزاره يعني ربما في السنين الماضيه ارصدنا مبالغ ضخمه وحصل لي ما ده حصل لي وحتى ده يعني هاي شغل مهرجان على اساس اكيد وكان يتحاصل وكان كمان ياخذوا نعتمد روحهم يعني لتا الاموال فاذا بدون يعني مال ربما يعني ده اتحاد ودباب سريان اتلي بنى تحتيه واتلي مقومات دنا فبيش انه يعني مدى يعني امكانات الماليه المتوافره انه تقابل دنا ولكن مدى استجابه يعني مجتمعنا عده اجتماعات يعني لخص لنا هاي استجابه وانه تبلطي من هذا ان السياق النمطي دنا بقاوي بان اعضاء الاتحاد ما اعتقد ذولي مندي يعني مندي يعني بتغيير جوهري بخير الرابي بخير الامكانيات تتوفر والنشاطات تستمر صبارة بمقرا مقروث خما خورا يعني امرخ اتلخ مازال ترابر وقتا اتلخ نسيونة تجربة متميزة واتلخ خبرة بغزاية اديوم يوم في ظل تطورات التيلابرايا وفي ظل يعني امرخ شخلابها يعني تغير اهتمامات علينا دي يعني شباب دي وتخبائث يعني جو عما ديال سوراي اخنا اخ عما كلدا سوريا اثراي كلنا شمال خيره اخنا سوراي زاد علي من اديوم يوم ماصي هاوي ياروثه طاوه ورثه جيدين جو خقلة صبروثه ومردوثه ومخره بلطيلا خكمه شمانه ممكن متممي يكملون سلسله الاسماء الكبيره ينغزات ايثن صعوبه لان الاهتمامات تغيرت بردنا تطورات تلوايا وبالتالي ما هو الحل للحفاظ على هذا الإرث الأدبي الثقافي؟ والله أنا اشتونا صريح بهذا المجال. والله نلخص النيثن أنا يعني متفائل إنه وقم بشرنا يعني بخير بس لخصنا كد شباب جديدا نيثن هذا دافع قوي وإنه يعني سابقا نحن شغلنا في المركز الثقافي وفي السبعينات وبلنا أثوى يعني خاصة في الأوساط الجامعية أثوى اهتمامات يعني في مجالات عدة في الموسيقى في التشكيل في الشعر في الرواية في القصة يليبن أنه مستقطبخين وقم مثخين بس ده يعني ليثن يعني نادر ما تخزت إيثن هذا اهتمامات للأسف الشديد يعني وش رايك حتى انه دم كملي مسيره ودم كملي انه والله هي انه اخنا مثل ذا يرطوث يعني الشعب مثل يدت يعني مقروث وذم ذينايوثا ذا حضاره اعتقتا وروختا وتلاني ارث ادبي وثقافي كبير وقارك يعني مخامخله ومطور النخله وقد بايش اجيال بثايله والله صحيح اخذ يعني اتلن عمق حضاري واتلن تراث يعني تراث طبعا غني في المعرفة والفن يعني كل مجالات الحياة بس للأسف الشديد يعني ليثن أنه يعني على أقل تقدير أنه تابا إحياء هذا التراث يعني مخيخ هذا التراث ودن له وبالعكس أنه هذا أخني بيش بتجحق أنه أخني يا نضاني حضارة أخني كذا وإلى آخره يعني يفترض أنه أي الدها يعني يفترض أخني تبان حضارة أخني تبان حضارة دقت بمليين يعني طبعا سواثا تيقت بان حضارة ديبا رقي ديبا تقدم ديبا فان ديبا جمال وإلى آخره. رابي رابي هاود كبيرة بسيمة رابي مقرأ يعني أخنا أن الخملة طالا خث مخلا خلقها بخكمة أمر خلوقاته خزغ ما بها ولا إنصر ياثا أنخا مقطع فيديو مشوتا بياثا ديو خيمقا خكمة من رياثا بوتم يقروثوخ الأنا في حضرة الوجود أنا كون معجز في حضن الروح الكونية أتلمس نبراتها الصامتة أرتوي من رحيقها حتى أحس بالوجود ذاته يبث من خلالها تتناثر كلماته تترك أثرا في البشر. أنا
من تمرد على الكثير مما قيل منذ الأزل ونقض الأجوبة، اخترع أسبابا أخرى للوجود ثم خلد إلى السكون كما لو أنه مستريح خارج العالم. أنا التعليق الملغز على حاشية كتاب سماوي وسليل الضوء أنا، سهدتني السماء عند تخوم الميتافيزيقيا وعلى كتفي نامت. أنا صمت الصمت الذي يقول كل شيء، ورقم متناه وآخر مختلف ذو ألوان قوس قزح متداخلة، أبتلع مثل دوامة ما في خلدي من مشاعري، وأعطي للخوف الذي يعتري الأبدية أحشاء، حيث الروح تطرق باب المجهول، تتقصى ملامحها في صوتها، توقده بذهول، تجعل الحياة تشع من حولها. رابي قمت ختمخ نتلو خمام لخرايا بيت أمرك له البيت قارط مشوخته بكيف رابي لخي بيت. والله أنا طبعا شكرنا قناة السريانية العراقية، وشكرنا هاي بشكل خاص، وشكرنا مخرج والكادر لنا، وأختون يعني محتضنيتون كفاءات وأن إمكانات وأدخل يعني رغبة شديدة وأدخل اهتمام كبير عنود المحتضنين هذا إمكانات وكفاءات يعني مغزيتوا عند عالم دناشي، وأنا شكركم شكر جزيل. بس مرابي هسرت وخم شوخت خيتها بيت وقارت ولو ولا برست والله هي من قال قايد كيف يعني خط خلاب قصيدة شعبا يكون مسكها ختامها خام شوخته وهو كبيرة بس مرابي عزيزة قم يطلعني قارة. هذه طبعا عن يعني نفس دلنا عن سهلنينا وما حصل لي سوريا سهلنينا وفترة داعش نفس المرحلة. نزيف آخر على رمل الفجيعة من نص لذات رأت صورة ذاتها المهشمة فوق منصة خيالية، رشقوا عقولهم وعدوا من ما استطاعوا من هلع لمحونا، وقالوا إن أبواب الجنة تحت ظلال سيوفنا. فيا وشل الروح لله مري كما الخليقة تمر في مأزق لجج، لا دور لنا بما حل بنا، طهاة مصائرنا حينا يركلوننا بأقدامهم، وحينا يبتدعون لنا جحيما يضعوننا على كف الرعب. مالح وحامض ومذعور هواء هذا الوقت، وهو ينوس على أسطح بيوتاتنا يعزف لحنه الثقيل. فانعق أيها البوم انعق ما شئت، لم يبقى لنا في مهب الريح غير طبل من صفيح وقصائد صفراء تخفخض في براكين حمراء. أبكي دما على دمع أهلي، وأهلي قارة حزن حين بكوا على أمهم السماء، وصاحت بي أفواههم كي أصبح صدى أوجاعهم في هذا الهباء. خير ربي بس مقانو بشرارة يعني إيوة خمشقلة وخعدانة مريرة آزلوا لداير أو طرابة بس مرابط ويلوخ عمان أرخم يقرأ قداها خلقت إيوة عترتها أمر غنية بدن تخمنياثة وبدن منهرياثة وبدن مشخاثة خلمانطة وخيريخة قد زودا
كونش مش هذا خيانة بالتضرابي بس مرابا ان شاء الله. شكرا جزيلا. خزانة مقرأتنا صورة بختون مورا خن خدانا بالسنتا بغزيت خلقتاتي وعم ماخورا ميقرا يوسف قبو وآها كونش مشخاثة نزيف الحرف اخترار الندى هل خلق ياثا أثيانة تاوي قاوة خيك مكثاوي قو ملو مشخلبي قبل خبان وقارن كوشو تشينا وشلاما